السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يوم كله خير وبركه وتقوى ونشاط. نبدا اليوم بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. لو انت اول مره تزوري قناتي نوريني بالاشتراك عن طريق المستطيل الاحمر اللي تحت الشاشه، اضغطي عليه هيظهر لك الجرس، اختاري الكل علشان كل الفيديوهات اللي بنزلها توصل لكم باذن الله. وما تنسونيش بلايك للفيديو تشجيعا منكم ليا. نبدا يومنا ونقول بسم الله. يا صباح التكتكة كده، الجو تلج تلج، يعني الله المستعان. والحمد لله على كل حال، لان يعني الرياح خير من عند ربنا سبحانه وتعالى، والمطر وكل الحاجات دي خير. فالحمد لله على كل حال. الجو تلج فعلا، جو برد قوي 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 قوي. ف كنا فطرنا خلاص. قلت ايه، اطلع بقى ابص على السطوح والطيور، يعني اشوف الدنيا فيها ايه. فقلت كده وانا طالعه اعمل لهم شاي بليمون. يعني اليومين دول نخلي بالنا على طيورنا علشان لا قدر الله ما يحصلش حاجه. تمام. لان الجو فعلا، احنا اصلا قاعدين في البيت ويعني احنا بردانين، والبطاطين بتاعتنا كمان بردانه يعني واخدين بالكم، البطاطين ما بتدفيش اليومين دول، البطاطين نفسها ساقعه. فخلي بالك على طيورك وخلي بالك من حاجتك. طلعت على السطوح لقيت السطح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الشتاء كان نازل بقى عليه، كانت طول الليل بتشتي وطول النهار برضو عماله تشتي. يعني احنا عندنا ايه، الشمس تطلع حوالي 5 دقايق، بعد كده الدنيا تهوي قوي 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 وتروح ممطره، ترجع تاني طول النهار عندنا على الوضع ده. شمس وهواء ومطر، بس الشمس طالعه يعني عارفين بسيطه خالص خالص. فطلعت كده على الطيور ابص عليهم. الحمد لله الاوضه يعني الى حد ما كويسه، مش فيها ميه كتير يعني ولا حاجه. فقلت احط لهم كده الشاي بليمون علشان يشربوه ويتدفوا، يعني حاجه دافيه كده. لما انت بتكوني بردانه بتقومي على طول تعملي لك حاجه دافيه. دي طبعا الفراخ الساسو اللي كانوا عندي يعني وكده، ربنا يبارك يا رب فيهم يا رب. انا خفت عليهم بصراحه، فقلت هنضف الاوضه، اجردها بقى كده واحط لهم تبن تحتهم علشان برضو يتدفوا. وانا قافله الباب بالقماشه اللي انا حاطه عليها ديت وكده، يعني ايه علشان اكون مطمنه عليهم. كده هو تبصوا وانا كنت بقى بسجل، قصدي وانا كنت بصور معاكم فوق ومسحت السطح. بصوا الدنيا بتشتي، الدنيا كانت عماله اهي، عماله تشتي، وكانت شتا يعني وهوا قوي قوي. بصوا اللهم اجعله صيبا نافعا يا رب. ويا رب كده يحقق لنا كل الدعاوي والدعاء اللي احنا بندعي لربنا سبحانه وتعالى. محدش بايده يحقق لنا اي حلم واي دعوه غير ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قادر على كل شيء. بصوا الهوا وشدته، الجو كان هوا جدا جدا. وكمان كنت ذبحت طيور اللي كانوا بيبيضوا دول كده. انا خلصت خلاص الفراخ اللي كانت بتبيض، لان اصلا انا بجيب بضايه واحده في اليوم، فقلت لا بناقص بقى كده ايه، واعمل دفعه جديده زي ما انا قلت لكم، انتاج جديد. نظفت العشه دي كويس وجلدتها، وكمان حطيت لهم كده تبني فيها عشان هم بيناموا بيباتوا في الاوضه دي في العشه دي. فيبقى كده الفرشه تحتهم ناشفه وكده. انا الحمد لله قلبي اطمن من يمتهم، لان هم روح ويعني هنتسئل عليها، يعني هم ذنبهم في رقبتي، فلازم اهتم بيهم ويبقى عيني عليهم، ادب فيهم، اخد بالي منهم لا قدر الله لو حاجه تعبانه اجيب لها علاج وهكذا. عايزاكي بقى تحطي لي كده لايك للفيديو، ربنا يا رب يبارك لي فيكم ويسعدكم يا رب. اهو الفراخ الساسو اللي كل مره اقول لكم عمرهم انا مش فاكراه بصراحه. نزلت بقى من على السطوح خلاص كده، انا اطمنت على طيوري وحطيت لهم بقى اكلهم وميتهم والدنيا تمام وزي الفل. هعصر بقى الايه، كنت خلاص نضفت الفراخ اللي انا كنت يعني ذبحتهم كده. انا خلاص خلصت الفراخ البياضه تمام ان شاء الله باذن الله، بس الجو يظبط كده شويه وباذن الله هنجيب كتاكيت مع بعض، يبقى ايه دفعه جديده بقى. اللي حابه تجيب دلوقتي يعني الجو بصراحه ما يشجعش سنه، لما طوبه يعدي ولا الشهور دي شويه كده، يعني ايه لما الجو يظبط شويه. خلاص انا كنت نضفت الطيور وعصرت بقى عليهم ليمون كده. الليمون او قشر استفندي او قشر برتقان، بشر القشر حلو قوي قوي في ريحه الطيور، بيشيل اي ريحه زفاره وما بيخليش خالص ريحه زفاره في الحاجه. انا بحب اعصر ليمون كتير وبحط القشر كده معاهم برضو يديله ريحه حلوه. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الفراخ، يعني اللهم صل على النبي، حاجه كده تربيه البيت لا يعلى عليها، بجد بجد حاجه يعني ما شاء الله. ربنا يا رب يملى بيوتنا كده بالخير يا رب والبركه. وكمان بحط طماطم برضو، الطماطم ما بتخليش اي ريحه زفاره وبتدي للفراخ ريحه حلوه وجميله. وهحط بقى جنزبيل ودقيق وملح، اللي انت عايزه تحطيه حطيه.
حطيت اهو جنزبيل، وكمان هحط ملح وهحط دقيق، واسيبهم بقى كده ايه حوالي ساعتين ينزلوا اي دم زيادة فيهم، يشربوا من الريحة بتاعت الحاجات اللي احنا حاطينها ديت. فالفرخة تلاقيها ريحتها جميلة معاكي. حطيتي لايك ولا لسه؟ حطي لي يلا لايك للفيديو كده، واشتراك في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش. اهو بس شوفوا ما شاء الله يعني الفرخه بيبقى بطنها من تحت فيها دهون، وعلى القناصه بتاعتها بتبقى دهون. دي بقى بتعمل احلى شوربه تاخديها ما شاء الله، بتبقى جميله جدا جدا. جيت هنا بقى على البوتاجاز، هبدا بقى ان انا ايه وانا بقى حواليا اشوف اللي ورايا. جيت على البوتاجاز، قلت بقى ايه اغسل برضو البوتاجاز كده في السريع. انا كنت شايله الشبك اللي حواليه علشان ما يتبهدلش، يبقى نضيف مفيش حاجه تقع عليه. هبدا اغسل البوتاجاز كده على طول، علشان انا الوقت ده كنت لسه محضرتش الغدا، كنا لسه يعني هحضره. فعلشان وانا واقفه بطبخ يبقى كده البوتاجاز نضيف معايا، ايدي تيجي على العيون تبقى نضيفه، اصبنها برضو كده وتبقى حلوه، علشان يبقى يعني في السريع كده نخلص، يعني تنجزي بقى وتخلصي الحاجة بتاعتك. المية كانت نازلة كأنها من التلاجة بالظبط، ان المية نازلة من الحنفية. بس طول ما احنا بنشتغل بتكون انت دافيانة بصراحة مش بردانة. مجرد بقى ما تقعدي بتلاقي السقعة بقى بتيجي، وكله بيبان علينا اللي احنا الارهاق اللي احنا عملناه طول اليوم. فالله المستعان، ربنا يا رب يعيننا ويقوينا. اليوم دون كان يعني انا هعمل غدا كده في السريع، والشقه عنده نظيفه برضو. ما يعني احنا عندنا طبعا دلوقتي اوض النوم كله قعدهم على السراير، عندنا بيقعدوا على السراير وكده علشان التلفزيون في اوضه الولاد، فقاعدين على السراير ما بطبقهاش، دايما البطاطين مفروشه. والصاله عندي نظيفه يا دوبك بتبقى على قد التشفيط. فالايام اللي ما فيش فيها شغل كتير بحب ان انا انضف سطوح، عندي طيور مثلا عايزه ان انا انضفها، ممكن عايزه اعمل تنظيفه عميقه مثلا للبوتاجاز، للتربو، لظرفه من ظروف المطبخ. المهم اتحرك اشتغل اعمل اي حاجه اللي ارحل عني، والحاجه دي تبقى نظيفه، علشان احافظ على نظافه دايما بيتي ان هو يكون نظيف. انزل شفاط اغسله. يوم تحس ان انت مثلا ايه الشغل عندك مش كتير، نزلي الشفاط، قومي كده امسكي الغساله بتاعتك وظبطيها، اعملي لها دوره خل. الغساله مثلا اللي فوق اعملي لها دوره خل، واغسلي الفلتر وظبطي الباب بتاعها وكده. فدايما يعني شوفي ايه اللي عايزه تعمل عندك. يعني الشغل كده على رأي متابعة بتقول الشغل بيطلع لنا من تحت الارض، هو فعلا والله بيطلع لنا في كل مكان هتلاقي فيه شغل. ترصي الدولاب وتعمليه، كل الحاجات دي يعني بتساعد على ان نفسيتك تكون كويسة، وتكون ان انت مرتاحة، البيت عندك بيبقى نظيف. البوتاجاز بتاعي بقى نضيف اهوت وزي الفل. طبعا الفراخ كانت منقوعة، انا سبتها حوالي يجي ساعتين 2 منقوعة، وكانت ما شاء الله يعني زي القشطة كده، يعني بيضة وجميلة جدا جدا. حطيتي لايك ولا لسه؟ حطي لي يلا لايك للفيديو، انا بفكركم بس باللايك. تمام. النهارده هعمل كشري عدس اصفر كده في السريع، غدا في السريع يعني وكده، بدون بقى لحوم وفراخ وكده. يوم كده ويوم كده، مش كل ايامنا لحوم مش كل ايامنا فراخ. دي برضو من ضمن الافكار للغدا، تعتبر اقتصاديه، ما يعني مش مكلفه خالص. البطاطس موجوده، وطبعا العدس والبيض الحمد لله. وهعمل بقى الغدا كده. انا بعمله في معلقتين زيت بنزل بيهم، وبعدين الرز والعدس بشوحهم كده مع ملح وكمون، وكمان مكعب مرق كده، والبطاطس محمرة عليها. وهجيب حالا اولع برضو على البيض علشان يتسلق على كذا عين كده، علشان اشتغل اخلص من اللي ورايا. الاكل ما ياخدش معايا وقت، ولا وقفة المطبخ في تحضير الغدا تاخد وقت طويل. اهو كده يعتبر خلاص اللهم صل على النبي، كده يعتبر خلاص بشطب يعني في الغدا، في تحضير الغدا. العدس انا بعمله بالطريقه دي، ما بعملهوش ببصل او بتقليه وكده. الاكل ده اذواق، وكل واحد فينا على حسب ما متعوده او بتحب تعمل اكلها تعمل. بس المهم نعمل كل حاجه في البيت ونعمل لاولادنا، وما فيش يوم مثلا تقول ايه انا مكسله، مش هقوم اعمل غدا النهارده. طيب ماشي، لو انتي كسلتي مش هتعملي غدا، هيعملوا ايه؟ يا اما هيجيبوا اكل من بره، يا اما مثلا هنمشيها حاجات من التلاجة. والواحد بصراحة لما بيمشيها حاجة من التلاجة كده، جبن، فول مثلا، بيض، اي حاجة للغدا، الواحد بيحس بتأنيب الضمير. انا عن نفسي بحس بتأنيب ضمير والله في اوقات، بس غصب عني لما ايام بكون تعبانة.
انما الاكل من بره الواحد يعني ما بيفضلش اكل بره بصراحه، غير يعني للضروره قوي 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 يعني. فالحمد لله على كل حال. هعمل بقى طبق سلطه كده برضو وانا واقفه والاكل حواليا بيستوي، علشان انجز واخرج من المطبخ يبقى ايه مره واحده وخلاص. هنعمل بقى طماطم وخيار وفلفل، يعني كتري الخضار كتير وما شاء الله سعره حلو. كتري بقى في طبق السلطه دون عشان يكون ايه مليان كده بالفيتامينات، ناكله يعني يغذينا يعني. اهو هبشر بقى الجزر انا بحب ابشره علشان ما بحبش اخرطه يبقى زي الخيار. آم، اللهم صل على النبي. اهو بشرت كده. على ما عملت السلطه بقى كانت يا حبايبي البطاطس كانت خلاص اتحمرت، والرز كمان بعد ما بيغلي بروح ايه مهديه عليه تسويه الرز العاديه خالص. فطلعت البطاطس وقلت ايه احمر بقى بتنجان، علشان انا عايزه اعمل كده يعني ايه اكل حرش بقى، عارفه اللي هو ايه بطاطس وبتنجان وبيض والكشري كده والسلطه. انا الاكله دي بعشقها بحبها جدا جدا، يعني رغم ان هي بسيطه بس جميله ومغذيه ما شاء الله وكلها فيتامينات. عندي بقى اللهم صل على النبي دوت الدقه اللي انا عاملاها. وحبيبتي اللي دايما تسالني بتقول لي يا بسمه هي ينفع احتفظ بيها في الفريزر؟ ايوه يا قلبي انا محتفظه بيها في الفريزر وما بتتلكش معايا، بالرغم ان انا مش حاطه زيت، يعني انا بحط بس ملح والكمون مع الفلفل وهو بيتفرم، فمش بتتلج ما بتحجرش معايا. فانا على طول كده زي ما انت شايفه بجيب البرطمان من الفريزر وباخد منه قطعة، وعلى طول بروح حاطه ايه على بتنجان بقى، على تمليحة، على اي حاجة انت عايزة، على سمك، على اي حاجة انت عايزة تستعمليها بتكون جاهزة معاكي. فالحاجات دي انا بحسها ان هي بتوفر معايا في الوقت. تمام. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده هو ده غدانا النهارده. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب، يا رب يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. حاجه كده جميله تفتح النفس ما شاء الله، يعني احلى اكل بجد بجد والله، احلى اكل وزي العسل. اهو البتنجان بتاعنا انا بعشق البتنجان ده، بحبه جدا. البتنجان اللي هو بدقه دوت بحبه قوي 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 اكتر من البتنجان المشوي، بالرغم ان هو مش صحي لان مقلي وزيوت ومش عارف ايه وكده، بس يعني ايه الله المستعان ما جراش. هنعمل ايه بقى؟ النفس اماره بالسوء، فالواحد في اوقات كده يعني ايه نفسك مثلا اهي تهفني مره على سمك مقلي وابقى باكله وانا بتأنيب ضمير اقول لا علشان ايه دهون وزيوت. الكيكات اللي انا بعملها دي انا عارفه ان هي غلط، بس ما اعرفش اقعد من غير كيكه بصراحه، يعني اعمل كده مع اسبوع يعدي من غير ما اعمل كيكه، لا صعب صعب قوي 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 كمان. فالمعجنات والحاجات ديت يعني ايه بنصحكم ان انتوا تخافوا منها، بس الواحد مش بيعرف بصراحه. المهم نيجي بقى على ايه، على غسيل المواعين. زي ما انتم شايفين كده انا فتحت ميه سخنه، قلت الاول ادفي ايديا كده واغسل الصفايه عشان اغسل الحوض كويس قبل ما ابدا ان انا اغسل مواعين. هي مواعين غدا وكان فنجان القهوه كده، قلت ايه ادعك ايديا بيه اعمل بيه سكراب للبشره حلو. القهوه جميله جميله وبتدي ريحه كده حلوه ما شاء الله، وبتخلي ريحه ايدك تشميها تلاقيها ريحتها بن او قهوه يعني بعد ما بتعمليها. فهبدأ كده أغسل المواعين، فقرة غسيل المواعين، فقرة الدردشة مع اخواتي الغاليين. يعني عايزة أسألكم على حاجة بس في الاول كده قبل بقى ايه ما نعمل موافقه او مش موافقه، حطي لي كده لايك للفيديو لو انت لسه ما حطيتيش. بالنسبه لفقره غسيل مواعين فقره الدردشه مع اخواتي الغاليين، كان في تعليق جالي على الفيديو اللي فات، حبيبتي بتقول لي يا بسمه انا بجري فقره الغسيل المواعين دي عشان ايه انا تعبت او زهقت من المشاكل اللي بتيجي. فانتوا ايه رأيكم؟ يعني نشيل الفقرة دي خالص وبلاش فقرة غسيل مواعين في الفيديوهات كل مرة، ولا انتوا ايه رأيكم؟ يعني برضو ايه انا يعني هستنى رأيكم تحت في التعليقات، مع ان بيجيلي تعليقات يقولوا لي يا بسمة احنا بنحب اكتر حاجة في الفيديو هي الفقرة دي، فبرضو احنا عايزين ايه كلنا نكون مرضيين ونكون ايه متفقين. فاكتبوا لي موافقة او عدم موافقة. اللي موافق يرفع صباعه واللي مش موافق برضو ارفع صباعك. المهم فقرة غسيل المواعين فقرة الدردشة مع اخواتي الغاليين. النهارده مش هنتكلم عن مشكلة عشان ايه برضو ايه حبيبتي ما تزعلش ويعني ايه ومحدش يزعل وكده. هنتكلم عن سن المراهقة.
دي مش مشكلة صح. هي جالي تعليق المتابعة بتقول لي يا بسمة عايزاكي تتكلمي عن سن المراهقة للأولاد. فالله المستعان، ربنا يا ربي. دي مش مشكلة اهو، هم لا حما ولا عمة ولا سلفة ولا جارة ولا أي حاجة خالص، بعدنا عن الإيه، عن البيت خالص. المراهقة دي أكبر مشكلة والله العظيم. ربنا يا رب يهدي أولادنا جميعا ويصلح حالهم يا رب. كله بيهون في تربية الولاد، وأنا بحاول أتبع كده على قد ما أقدر ضبط النفس، يعني أمسك نفسي، أمسك لساني، أطول بالي، أحاول أصاحبهم، يبقوا صحابي، يعني ما يبقاش في حاجز بين الأولاد عموما والأهل. لازم يبقى في صحوبية، يبقى صاحبي، يبقى سري، أديله الأمان. يوم ما يقولي على سر لازم أكون أنا أدي السر ده. أنا كمان أختبره، أقوله على سر محدش يعرفه. يبقى في كده يعني كيمياء ما بين الأم وما بين عيالها، تفاهم ما بين الأم وما بين عيالها. أنا بتبع ده مع أولادي على قد ما بقدر، على قد ما بقدر. بحاول اطول بالي عليهم، بحاول اراضيهم، بحاول افهمهم ان انا مرضياكم، وانا يعني متغاضيه عن حاجات علشان انتم يعني تبقوا مرضيين. تمام، بس بالصح مش بالغلط. يعني انا مش بوافق لهم على حاجه غلط، الغلط بفهمهم ايه هو الغلط. يعني اعرفهم لا ده غلط، دي هيبقى عواقبه كذا. انا بنصحك علشان مش ان انا كأم، لا، ان انا كحد اكبر منك فاهمة وعارفة ايه اللي هيحصل نتيجة اختيارك ده، او نتيجة ان انت هتاخد القرار ده. ف... فدايما نطول بالنا عليهم، نحسسهم ان هم كبار خلاص، انت يعني تبقى قد المسؤولية وقد الثقة اللي انا حطيتها فيك. فالله المستعان. هم ما بيعملوش بكل الكلام ده على فكرة، كل الكلام اللي انا بقوله لكم دوت هم ما بيعملوش ربعه. مش من اول مرة انا بقعد اقول لنفسي هو مش اول مرة هيسمع الكلام، او مش من اول مرة هيعمل صح. فنطول بالنا عليهم، وفي الاول في الاخر الهداية من عند ربنا سبحانه وتعالى، هو كل حاجة بايد ربنا سبحانه وتعالى. اوقات تلاقي اولاد ما شاء الله عليهم، اللهم صل على النبي، ربنا يحميهم، هاديين جدا جدا ما شاء الله، ربنا يحمي يا رب ويبارك. وتلاقي الام والاب اصلا ما بيقولوش حرف من اللي انت بتقوليه او من المناهدة اللي انت بتقوليها. فدي بتبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا الهداية رقم واحد نطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، واحنا كمان ما نبخلش بالتوجيه، ما نبخلش بالدعاء، ما نبخلش ان احنا نقرب لهم، نطول بالنا عليهم، نديهم الامان، واحنا كمان عشان هم يحسوا بالامان معانا. نوعيهم ان صاحبك، يعني نفهمهم ان امشي مع الحلو. انا دايما اقول الكلمه دي لابني والله، امشي مع الحلو تبقى حلو زيه، وامشي مع الوحش تبقى وحش زيه. الكلمه دي دايما بقولها له. الصاحب ساحب. برضو نخلي بالنا من اصحاب ولادنا، نشوفهم بيكلموا مين، نحذرهم لو حد وحش، نحذرهم منه، نقول لهم خلوا بالكم منه، مصيره في يوم من الايام يغدر بيكم او يغدر عليكم. ف ومع الوقت بيتضح ان مع الوقت، يعني كان حصل موقف كده لابني، مع الوقت جه قال لي يا ماما كلامك صح. قلت له علشان تعرف ان انا عمري يا حبيبي ما هقول لك، يعني عمري ما في حد عايز مصلحة ولاده، وان ولاده يكونوا احسن ولاد في الدنيا كلها، غير الام والاب، والام اكتر، لان الام هي يعني ربنا سبحانه وتعالى قلبنا شافهم قبل عينينا. فربنا يا رب يهدي اولادنا جميعا ونطول بالنا عليهم. كده انا خلاص. حبيبتي اللي كانت بتقولي بالنسبه لسجاد المطبخ، سجاد المطبخ يا قلبي انا بغسله مره كل شهر، بشيله وبغسله وبخليه زي الفل، وعندي غيار برضو بغيره. ليه؟ فالله المستعان. كده انا خلاص كيست بقى الفراخ بتاعتي، بعين كل فرخة في كيس. لو انا حابة اسوي فرخة واحدة ماشي، لو حابة فرختين برضو يعني على حسب ما انا عايزة. فكيستهم كده، حطيت كل فرخة بالكبدة بالقناصة بحوايجها يعني وحاجتها، وهعينها في الفريزر. كنت خلاص تلكت بمعنى الكلمة، يعني لان انا طول النهار في المية غسيل مواعين وانتوا عارفين ان احنا ما بنرتاحش إلا لما تخلصي خالص كل حاجة وتخرجي كده من المطبخ وهو فلة شمعة منورة. عايزاكم تحت تكتبولي في التعليقات ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ندعي ربنا كتير في الأيام دي، ربنا يا رب يجعلها ساعة استجابة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا يغفر لنا جميعا ويسامحنا ويهدينا بهدايته يا رب، قادر يا كريم يا رب العالمين. هعمل بقى كوبايه شاي بحليب كده، حاجه تدفيني لان انا كنت متلجه فعايزه حاجه تدفيني. وانا المجات دي اصلا عندي مش جديده، يعني المج برضو اللي قبل كده كنت عامله فيه برضو شاي بحليب من كام يوم، اللي هو الاوف وايت الكيوت العسله الطويل ده برضو كان موجود عندي، بس انا كمني مش بشرب مشروبات كتير، بس بما ان الجو اليومين دول برد قوي فانا عملت الشاي بحليب بشربه في المجات دي. يا رب يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم، تكوني كمان اتنشطتي. يلا قومي كده شوفي ايه اللي وراكي، احنا لولا ساقعه تهمنا.